عيني وجعتني. بس بقى صح. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. انا لسه قافل الانترو دي وببداها تاني برضو، لان انا بلحم الفيديوهين في بعض، لكن عشان انزلهم ورا بعض وابقى يوتيوبر جامد وكده، فاضطريت اقول انترو مرة كمان، يعني عشان ما يبانش يعني ان انا مصور الاتنين ورا بعض. ان اكسس ذا لاب هنا بيقول لك عشان تحل اللبايه دي find and exploit mass assignment vulnerability عشان تشتري اللايت ويثر جاك. انت افتكرت انا ده ايه بقى يا معلم؟ بيعتمد على البوكس اللي هي يا ابني افتح، ما نفسي افتح لاب مره يفتح على طول يا ابني، ما تشيلش اللي يا ابني المهم ده فكرته في كده ثغره كنت كاتب عنها رايت اب. بص الحته دي. ايه ده لا كتبنا ده غلط ولا ايه؟ بص السلام. شايف ده البوست اللي انا مش عارفه على تويتر، بينزلين البوستات اللي انا مش عارفها على تويتر يا جدعان. مالناش دعوه. يا ريتني ما سرشت يا بني. فكان الواحد تلاقي سيرش عنك يطلع له كيس مكرونه ولا مش عارف طبق مكرونه. الثغره دي هي نفس اللي هنا تقريبا. لما عملت ساين اب لقيت هنا في حاجه اسمها ايميل فيريفايد اسمها فولس، فاخدت ايميل فيريفايد الفولس دي حطيتها مع الريكوست وخليتها ترو، فالريسبونس وانا بعمل ساين اب ترو، ودي بقت ايميل فيريفيكيشن باي باس، عليها $500 تقريبا، بسيطه خالص ما فيش اي حاجه. المهم هنا نفس الموضوع برضو في التشالنج ده. لما بنروح لفيو ديتيلز هنا على الجاكيته الجلد مؤرخ $337، يعمل لها مثلا اد تو كارد. هنا بعت كارد فيو الكارد، فلما تفيو الكارد يقول لك اي بي اي تشيك اوت، ده التشيك اوت بتاعك اللي تشوزن ديسكاونت معكش برسنتج خالص، يعني انت معكش اي ديسكاونت. فاحنا هنعمل ايه دلوقتي؟ احنا هناخد القيمه دي ونحطها في الريكوست اللي بنطلب بيه. يعني احنا لو جينا نبليس اوردر معناش بالانس، وقال لنا بليز لوجن تو كونتينيو وينر بيتر فزيرو، فهنعرض الكارد بليس اوردر معناش بالانس. طيب الريكوست بقى اللي كان بيعرض اللي في الكارت بتاعك بيقول لك مفيش ديسكاونت في القيمه دي، فاحنا لو خدنا دي وبعتناها هنا كده بالظبط وخلينا الديسكاونت 100%، مسحنا ده وبعتنا congratulations you solved the lab، انت عملت الاوردر بتاع البرودكت اي دي 1 وبكميه واحده وبخصم 100%، فنور عندك congratulations. طيب ده بقى يا معلم اصعب لاب. هو مش صعب ولا حاجه، هو تقدر تقول جامع ما بين التشالنج الثاني او الثالث مش فاكر بتاع البارامتر بوليوشن وشويه حنكورات زياده. يا ابني انا راجل مسن، ما تعملش فيها كده. لو سمحت افتح على طول، انا نفسي افتح لاب تفتح على طول يا ابني. يا ابني هتموتني ناقص عمر، انا زهقت عن. طبعا يا معلم الجول بتاعنا اننا طبعا في الفورجت باسورد برضو وادمنستريتور نفس اللاب تقريبا. فده مختلف سيكا بقى لان هنعتمد على الباث ترافيرسال شويه حاجات كده. طيب يا معلم ركز بقى وشغل لي المخميخ. نفس الموضوع برضو كان في الجي اس، لكن الاسم بتاع البارامتر هنا اللي اسمه باسورد ريسيت توكن متغير. هنا ادمنستريتور اجي ابعت فورجت باسورد ريكوست يقول لي ايميل والتايب. طيب انا لو جيت حطيت علامه استفهام مثلا قال لي invalid root يعني الباث يعني مكان، يعني احنا كده بنتعامل مع روتس. اوكي، فلو حطيت شباك مثلا كمان قال لي invalid root. طب لو حطيت باك سلاش عمل لي نورمال يوزر، يعني الريكوست اللي بيتبعت للاند بوينت دي بيتبعت مثلا في باث اسمه بلا 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 بلا، وهنا ادمنستريتور. فاحنا لما نبعت ريكوست لده ونعمل كده مثلا هيقول لي ان ده روت مش صحيح. طب لو ما نعمل كده فبرضه ما فيش روت اسمه كده. لو هنعمل كده فهو احتسب ان ده دايركتوري او الاند بوينت دي برضه ما حصلش حاجه، وقام بعد برضه الريكوست بتاعنا عادي، ريكوست الفورجيت باسورد. فهمت النقطه دي لحد هنا؟ اوكي يا معلم. طب نعمل ايه بقى يا معلم؟ نبعت كمان واحده مثلا من هنا عشان نتاكد، فهيجيب لك برضه نفس الريسبونس. طب نلعب بقى بالباث ترافيرسال invalid root. طيب يا معلم بعد ما رجعنا من ورا هنشوف مثلا احنا لو بعتنا علامة تعجب invalid root شباك invalid root، فممكن مثلا نبعت في 123 شباك كذلك invalid root، شيل الهم ده كذلك برضو invalid root. طيب ليه حطيت الشباك هنا؟ عشان يتجاهل اي شيء بعد. طيب invalid root invalid root error not found، يعني يقول لك الريكوست اللي انت فتحته ده not found. الاي بي ايز بقى هنا البوينت الثانيه بيكون فيها اي بي اي فاين نيمز ديفينيشنز. يعني ايه؟ يعني ملفات بتبقى ديفولت مع اي بي اي. طيب زي ايه مثلا؟ زي open api.json. بمجرد ما تفتح الاوبن اي بي اي دوت جيسون فايل بيطلع لك اند بوينت اسمها اي بي اي internal v1 users، اليوزر نيم
والفيلد اللي هو الفيلد. فاكر الفيلد اللي حليناها في اللاب من شويه المره اللي فاتت؟ عشان نبعت من الايميل للريسيت باسورد عشان نعرض القيمه. هنا نفس الكلام. فاحنا هنعمل ايه دلوقتي؟ هنرجع للريكوست اللي كنا واصلين عنده، الا وهو ادمنستريتور من البدايه. طيب بعد ادمنستريتور هندخل فيلد، وبعد فيلد نعرض طيب 3 اكسات مثلا على سبيل المثال. فادمنستريتور جوه فيلد جواه 3 اكسات، مش عارف ايه اللي حصل ولكن فاين يعني اوكي. طيب طيب 3 اكسات هنا مثلا قال لي invalid root. لو جيت هنا مثلا وقلت له 23 عشان يتجاهل اي قيمه بعده، ويقول لي this version of API only supports the email field، فهاجي بدل التلات اكسات دول اقول له والله طب ايميل، فقال لي انه بعت بالفعل الرساله بتاعتي هنا. طيب بعد ما بعت الايميل ورساله الفورجت، فاحنا بنعمل ايه؟ بنروح للجي اس فايل نجيب بقى الفيلد بتاع ايميل زي ما حصل المره اللي فاتت، نبعت تلاقي المعاد بيقول لك this version of API only supports the email field. برضه احنا كده هنعمل ايه يا معلم؟ احنا هنستخدم الباث ترافيرسال عشان ندخل ال API دي ونديها الادمنستريتور يوزر نيم والفيلد اللي جواه الفيلد. لو انا افترضت ان بداية الادمنستريتور دي مثلا مكان يوزر نيم هنا، انا محتاج ارجع 1 2 وادخل v1 users، اوكي، لان انا معرفش ايه التو باثز اللي موجودين هنا بالنسبه للفايل ده. فانا محتاج ارجع وبعدين ادخل v1 users وبعدين اكون جوه اليوزر نيم ده. طيب انا هعمل كده، ارجع جوه v1 اليوزرز ادمنستريتور، الفيلد بتاعه اللي اسمه باسورد ريسيت توكن ابعت هاتولي. قال لي ده الباسورد ريسيت توكن بالفعل بتاعه، وافتح بقى انت الريسيت لينك هو اسمه كده in this case يعني، وخد التوكن اللي انت اكتهبته وجبته وحط في اللينك هنا. الراوتر فصل ومش عارف اعمل ايه دلوقتي. المفترض ان اشتغل بقى يا عم بقى يا عم. طب انتوا عاملين ايه يا جدعان؟ والله انا واحد مخنوق اوي الفترة دي، والله بيمشي يومه بالطول والعرض، حاول يطور من نفسه، ولكن الوقت عامل سيء اوي يا جدعان، اقسم بالله يعني الوضع محزن بالنسبة لي في الوقت. انا بعمل بليز مين بليز. طب ما انت كويس يا عم، طب بره البرب سويت، انا خلاص خلصت دور البرب، حتى ممكن تفتح. ايوه شكرا اشكرك، عايزين نحل اللباية. يا راجل يا راجل تعالى دلالي. بس ده كان محتوى الفيديو، اتمنى يكون عجبكم. عدوها لي يعني وما تقولوش ان انا مصور الفيديوهين دول ورا بعض، عشان ما قمتش غير التيشيرت، كسلت بصراحه. فاكر انا عندي ليك مفاجاه بنت لذينه، فاكر الفيديو بتاع ساي سي تي اف اللي كنت باكل فيه السينابون؟ انا لسه باقي حته سينابون من الفيديو اللي فات برضه. ف نعدي لبعضينا عشان ايه؟ ما ندقش نخسر بعض. الدنيا بالحب، حاجه مش سهله. تحيا مصر 3 مرات. و ما عنديش كلام اقوله تاني بصراحه. انا ماشي.